في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على طريقة النجاح على طريقة صلاح أبو المجد. وفكرته اللي هو دايما خليك صريح وما تشتغلش نفسك. الحلقة ديت هنكمل على نفس المفهوم شوية، من ناحية اللي هو اعرف حجمك الحقيقي. خليني أحكي لكم قصة كده. في قصة سيدنا موسى لما كان موجود في بيت فرعون، الراجل المفروض الناس كانوا بيقولوا له في الأول إن هو ابن فرعون. لما كان موسى عليه السلام قوي جدا، هو خلاص نشأ واتربى في البيت ده. لما جه الراجل اللي هو الراجل اللي استعان بيه، فسيدنا موسى وكزه من شدة القوة بتاعته، الوكزة دي قضت على الراجل. آه، ف فسيدنا موسى هنا هو اصلا قعد يقول هل انا قوي، يعني وقف يسأل نفسه هل انا قوي ولا ده وهم القوة. عشان كده لما قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي هنا، لما تيجي تتخيل كده، هو أنهي أقوى؟ سيدنا موسى اللي كان موجود في قصر فرعون، ولا سيدنا موسى اللي كان موجود في مدين؟ لما سيدنا موسى عمل إيه؟ عمل إعادة بناء للخطة بتاعته كلها. طلع على مدين، قعد فيها 10 سنين. 10 سنين لا هو عايش في بيت فيه سلطة، ولا هو عايش في قصر زي ما كان عايش، ولا هو رسول ولا نبي ولا أوحي إليه بأي رسالة، ولكنها فترة استقرار وفترة بناء كامل. ساعد الفتاتين. وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنا كنت متوهم القوة، أنا تعبان، يا رب ساعدني. فجت الرسالة الإلهية بقى من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى هيأ له الزواج، وهيأ له كل التفاصيل الباقية اللي احنا عارفينها في قصة مدين، وقعد يشتغل في رعي الغنم. فترة استقرار وفترة تهيئة عشان يطلع منها سيدنا موسى الجديد، اللي هو عنده قوة، اللي هو حجمه أكبر بكتير، اللي هو عاش الفترة ديت فترة تهيئة واستعداد، اللي هو قادر إن هو يواجه فرعون. فسيدنا موسى الجديد ده هو ده اللي قادر إن هو يواجه فرعون، غير سيدنا موسى اللي هو خرج من 10 سنين من مدين. الفكرة هنا فين؟ الفكرة هنا إن إحنا بيبقى عندنا حاجة اسمها وهم القوة. وهم القوة ده اللي هو أنا جامد وأنا نمبر 1 وأنا مفيش مني اتنين. أنا لو مشيت الشركة هتقع. أنا لو بيبقى عندنا تصور غلط عن نفسنا. التصور ده إني أنا أقوى حد في الدنيا، أو أنا جامد قوي، أو أنا مكاني أو وفقا للمكان اللي أنا فيه ده، أنا مفيش حد يقدر يقوم بالدور ده غيري أنا. وعندنا تصور كده للموضوع إن أنا قوي، والمنظومة كلها هتنهار، والمنظومة كلها بتتبلور حواليا انا. ومش عارفين الحقيقة للأسف. مش عارف ليه، بس ممكن غالبا لأن احنا عمرنا ما سمعناها. ويمكن أنا حابب في السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها ديت إن أنا أكون بصدمك بالحقيقة، إن احنا بنتكلم على فكرة ما تشتغلش نفسك، يعني ما تضحكش على نفسك وتشوف أو تتوهم قوة هي مش موجودة على الفعل. انت ما ينفعش ان انت تكون موجود في وظيفه، الوظيفه دي بيشتغل فيها 100,000 بني ادم والروتيشن فيها عالي جدا، وتقول انا لو مشيت المكان هينهار. بأمانة ايه حضرتك؟ يعني انت هينهار ليه اصلا؟ انت دلوقتي انت دلوقتي لا عندك علم مختلف عن اي حد، ولا عندك خبره مختلفه عن اي حد، ولا في حاجه، ولا في اي ميزه تنافسيه بتخليني ان انا اتمسك بيك. طب انت ايه المختلف عندك؟ يعني انا مش عارف ايه المختلف عندك عشان اقدر اقول ان انت والله بتقدم حاجه تانية، الحاجه دي مش موجوده عند حد تاني. عندك فكرة توهم القوة ديت كمان بتاخدنا لمساحات تانية، ان انا احيانا بروح ادخل في الملعب ده انا مش فاهم فيه، عشان انا شايف او انا متوهم ان انا هقدر اعمل اكتر من كده بكتير. انا مش عارف اصلا ايه نقطة تميزي الحقيقية. تمام. فانا بدخل في اماكن او بدخل في مساحات، بكون شايف المساحات ديت ان انا اكبر منها، وانا هقدر اعمل الحاجات ديت. احيانا بتكسر الانسان، احيانا بتكسره، لان هو في الاخر لما بيصحى على الواقع ان هو مش قادر يعمل الحاجة ديت، او بيصحى على الواقع ان هو فشل ذريع، او بيصحى على الواقع ان هو كان موجود في شركة ببساطة الشركة قالت له شكرًا، بيصحى على بيتصدم. وهنا في ناس بتدخل في موجة اكتئاب، وفي ناس بتدخل في موجة إزاي يعملوا كده وهُم الخونة. حضرتك أنت محتاج تعمل حاجة ضرورية جدًا. أنت محتاج تفصل ما بين كرامتك الشخصية، اللي هي أكيد ولقد كرّمنا بني آدم، وإن هي ليها قيمة، وما بين قيمتك في سوق العمل. أنت إيه اللي بتقدّمه؟ لو أنت بتقدّم مهارة كل الناس أو كتير منك موجودين في السوق، فما تزعلش إن أنت في أي وقت حد بيقول لك شكرًا، سلام عليكم، نورتنا وشرفتنا، لأن أنت في منك كتير. فأنت اللي بيحدد سعرك في الوقت ده
هو هو اللي بيحدد السعر بشكل عام هو الندرة، لكن لو أنت في منك كتير فاللي بيحدد سعرك في الوقت ده هو أنت بتاخد كام. فأنا لو بادّيك 1000 جنيه، فلو في حد تاني هادّي له 500 جنيه، هاجيب الشخص التاني مكانك. هي معادلة بسيطة ما فيهاش أي تعقيد. طيب أنت ما زلت مصمم إن أنت لأ، أنا قيمتي أكبر من كده، هتندثر وتختفي. هتلاقي نفسك مع الوقت ما فيش وهتلاقي نفسك بتقبل بحاجات عمرك ما كنت بتقبلها في يوم من الأيام. طب أنا أعمل إيه عشان أحل حاجة زي كده؟ أنا وجهة نظري عشان تقدر تحل حاجة زي كده، أنت محتاج تسد الفجوة اللي ما بين التصور اللي أنت شايفه لنفسك، اللي هو ممكن التصور ده يكون بشكل كبير مش حقيقي لو أنت مدي نفسك أكبر من قيمتها، وما بين أنت فين فعليا، وتحاول تسد الفجوة اللي ما بينهم. يعني أنت شايف نفسك أحسن موظف في الدنيا، طب أنت واقعيا فين؟ أنت في الميد ليفل، في المستوى المتوسط. تمام. اشتغل على المساحة اللي تخليك إن أنت فعلا أحسن موظف في الدنيا. يعني كان في مثال جميل قوي للجزء ده. يعني مين اكتر حد روى الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ سيدنا ابو هريره. الراجل ده يعني هو كان بيقول ان هو اللي بيقول عن نفسه يعني: انا كنت من فقراء المسلمين، انا ما كانش معايا حتى قوت يومي. يعني لا انا اللي معايا تجاره فبروح فعارف ان انا تاجر، ولا انا اللي عندي قوي زي خالد بن الوليد واقدر اطلع مع الجيوش واحارب. أنا ما عنديش، لا أملك أي حاجة من الحاجات ديّة، ولا أملك، لا يملك المال ولا يملك القوة. فقال بس أنا قُلت أنا هاعمل حاجة واحدة بس، أنا ألازم النبي عليه الصلاة والسلام، لو راح فين أنا قاعد جنبه. فروى أكتر من 6000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ف وهو من ضعفاء الصحابة، ولحد النهارده كل الأحاديث ديّة الواردة نلاقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث كتير جدًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لإن هو عرف حجمه الحقيقي، وبناءً على حجمه الحقيقي هي دي النقطة بقى، اشتغل على نقطة القوة اللي هو قادر يقدّمها. إيه نقطة القوة؟ أنا لو لازمت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا موجود في عصر الرسالة، هاقدر إن أنا أروي أحاديث كتير عن النبي، هاقدر أروي أحاديث كتير جدًا. خلاص، ببساطة شديدة جدًا اشتغل على حاجة هي نقطة قوة ليه، مع إنه هو في العادي ما توهّمش إن أنا مسلم، أنا دلوقتي أقدر أعمل وأروح ما توهّمش القوة، بالعكس، هو كان نقطة قوته هي نقطة ضعفه. إزاي؟ نقطة قوته هي الحاجة اللي ناس كتير ممكن تكون شايفة إن أنت إنسان ضعيف وفقير، فأنت ما عندكش حاجة تملكها. لأ، أنا عندي حاجة أملكها، ما هو أنا ده هيدّيني مساحة إن أنا أكون ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، لإن أنا ضعيف، فأنا مش بأُجيد الحرب، فأنا مش هاطلع مع الجيوش اللي بتطلع، ولا بأُجيد التجارة، فأنا مشغول بالتجارة. فلمّا أشتغل برواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا باشتغل على حاجة هي نقطة القوة بتاعتي. برضه سيدنا عبد الله بن مسعود لو تفتكروا في القصة لمّا كان بيصعد على شجرة، كان بيجيب سواك فرجله اتكشفت، فرجله كانت دقيقة جدًا، رفيعة أوي بشكل، فالصحابة ضحكوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتضحكون على ساقه؟ والله لساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. فطبعًا الصحابة مش عارفين يعني ليه ساقه أثقل من جبل أحد وهو شخص أصلًا ضعيف يعني. إيه اللي يخلّيه كده؟ فلمّا سُئل يعني سيدنا ابن مسعود قال إن هو ما فيش آية في القرآن الكريم إلا وهو عارف الآية ديّة نزلت فين، وهو عارف نزلت في مين، عارف كل تفاصيل عن آية في القرآن الكريم. نفس الفكرة، هو تبحّر في الحاجة اللي هو بيعرفها. طب تعالوا حتى على النقيض، لو رُحت مثلًا لخالد بن الوليد هيقول لك إن هو ال ال مش حافظ، ما كانش حافظ من القرآن الكريم إلا قصار السور، ويقول إيه: أشغلنا الجهاد. هو ما توهّمش إن أنا كده أعلم حد بالقرآن الكريم وأعلم حد بعلوم الحرب، لكن هو مش أعلم حد بعلوم القرآن الكريم. الفكرة هنا إن أنت أكيد هيبقى عندك نقطة قوة في حاجة، وعندك نقطة ضعف في حاجة تانية. اوعى تتوهم القوة في الحاجة اللي أنت عندك فيها نقطة ضعف. خلّيك فعلًا، خلّيك شخص حقيقي، واجه نفسك، خلّيك صريح مع نفسك. لو أنت ضعيف قُل إن أنا ضعيف، لو أنت مش قوي قُل إن أنت مش قوي. اعرف الفجوة اللي ما بين إن أنت تبقى قوي والفجوة المكان اللي أنت موجود فيه دلوقتي. حاول كل شغلك إن أنت تحاول تسد الفجوة ديّة. التزم، استمر، اعمل حاجة لفترة مستمرة. أنت ب م ال 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 الmood ده مش موجود، الmood ده مش موجود. أنت عشان تلتزم وتقدر إن أنت تنجح، فأنت محتاج إن أنت تنحّي الحالة المزاجية لحضرتك أو لحضرتك عن الحاجة اللي أنت بتنفذها، الحاجة الفعلية. فالحالة المزاجية ديّة أنا ممكن أكون مبسوط وممكن أكون زعلان. الواقع بقى عشان أقدر أوصل للحجم الحقيقي بتاعي، أنا بغض النظر أنا مبسوط أو زعلان، أنا هاعمل كذا. أنا لو باقرأ هاقرأ الجزء اللي أنا باقرأه. لو باقرأ كتاب هاخلّص الكتاب، لو باخد كورس هاخد الكورس اللي باعمله، لو باعمل شغل معيّن لازم أخلّصه. في الآخر
أنت محتاج إن أنت فعلًا محتاج إن أنت تستمر بغض النظر عن كل الظروف المحيطة، وده بيسبقه خطوة تانية إن هو إن أنت تعترف بحجمك الحقيقي، وبناءً على حجمك الحقيقي دي تشوف إيه نقطة القوة اللي عندك اللي تخلّيك تقدر إن أنت تنطلق منها. دي النقطة اللي حبيت أشاركها معاكم النهارده، إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة، شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.